الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. أهلا وسهلا بكم وكل عام وأنتم بخير. امبارح نزلت على كواي ان النادي الاهلي سيتفوق على بيراميدز في كاس مصر وسيفوز بكاس مصر. مباراة كانت صعبة، مفيش كلام ومفيش نقاش انها كانت مباراة من اصعب المباريات اللي قابلت النادي الاهلي. ليس علشان ان بيراميدز احسن من الاهلي، ولكن اللي عمل ان النادي الاهلي كان خايف، او الفريق كان خايف ان البطولة دي تروح منه، وخصوصا قبل المباراة كان في مناوشات كتير، او كان في اقاويل كتير انهم عايزين حكم اجنبي. طيب الحكام المصريين كانوا اعلى على اعلى مستوى، وكان نجوم الحكام النهارده كان اللي في الفار واللي في ارض الملعب. كانت قصة مترتبة سليمة 100%. وفاز النادي الاهلي، وفاز النادي الاهلي بالرغم من تأخره بهدف، ولكنه قدر قدر، كان عنده الاستطاعة بهدف كهربا اللي مكهرب كل الدنيا كل مباراة، وحمدي فتحي اللي جاب جون من تمريرة الشحات على أعلى مستوى. مبروك للنادي الأهلي بطولة كأس مصر. وعايز أقول حاجة تانية، جميع الأندية في مصر بتحارب النادي الأهلي، مش علشان النادي الأهلي وحش وعلشان النادي الأهلي بداخله شخصيات مش كويسة، لا، علشان النادي الأهلي ناجح، علشان الأهلي متفوق، علشان الأهلي قادر. النهارده الأهلي كان قادر إنه ياخد كأس مصر، كان قادر بجدارة، ولكن برضه هو لو زاد شوية واتكى شوية ولعب وفتح الملعب، قدر يفتح الملعب ويخترق دفاعات بيراميدز، كان عمل شغل جامد جدا 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 النهارده. ولو كان جه الهدف في الشوط الاول وبدري، كان حصل امور كتير جدا وكنا شفنا مباراه كويسه جدا. ولكن بيراميدز من اول دقيقه لاخر دقيقه في المباراه الاساسيه وفي الوقت الاضافي كان عامل تكتيك دفاعي على اعلى مستوى. طبعا بيراميدز طول المباراه ما بيلعبش براس حربه، ده تقريبا بيؤكد انه كان خايف من النادي الاهلي، وبيؤكد ان الاهلي متفوق، وبيؤكد ان النادي الاهلي في اي وقت يقدر ياخد البطولة ويقدر ياخد المباراة. مبروك للنادي الاهلي، مبروك. ما كانش له لازمة الكلام ومطالبة حكام أجانب، ما كانش له لازمة إن أنا أقول إن أنا هسحب استثماري من مصر. كل دي أقوال ملهاش أي لازمة، كل دي مناوشات ملهاش أي لازمة. مبروك للنادي الأهلي وإدارته الناجحة وجهازه الفني الناجح وجماهيره العظيمة. ألف 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 مبروك. بشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.